تعالوا اقول لكم نعمل ازاي الكفته ام رز في البيت. كنت دايما بشيل هم ان مفيش جزار قريب مني، لكن لما عرفت الطريقه دي بالظبط بصراحه ما بقيتش احتاج ان اروح اعملها تاني عند الجزار، واتبعت الخطوات بالظبط وعملتها مره في اتنين في تلاته. خلاص بقت سهله وبسيطه جدا وما بتتقطعش عندي في الفريزر. تعالى اقول لكم الطريقه والمقادير وازاي ما تفكش منك. معايا هنا هنجيب الكبه بتاعتي، وهنجيب بصلايه كبيره او بصلتين وسط، وهتقطعيهم كده تحطيهم في الكبة مع راس توم صغيرة مع مكعب مرق الدجاج. هجيب نص حزمة من البقدونس، نص حزمة من الكزبرة، نص حزمة من الشبت لو كانت الحزمة كبيرة، لكن لو صغيرة خدي الحزمة كاملة بس ما تاخديش العروق بتاعت الخضرة. العروق بتعمل فتل وما بتبقاش حلوة، خدي الجزء التحتاني منه وتفرمي بقى دول مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. المقدار ده هياخد كيلو لحمة مفرومة، لحمة جملي. مفيش لحمة جملي ممكن تجيبي اللحمة اللي هي كبيرة في السن شوية عشان ما تفكش وتتهري منك لو انت هتطبخيها. وبعد كده بقى جبت البولة اللي هنزل فيها، نزلت بالخضرة والبصل المضروب ده مع بعض بالثوم. عندك دقيق الرز، كيلو لحمة مفرومة بتاخد 600 جرام من دقيق الرز. بص المقادير دي انا ظبطتها بعد فترة. اعملوها بالظبط زي ما انا بقول لكم، وما تطحنوش الرز في البيت، ما بتنفعش على فكرة وبتبقى خشنة. لكن دقيق الرز اللي هو الباودر بصراحة من انجح الطريقة اللي انا عملتها. وبعد كده بتملحيها بقى، بتحطي حبة نعناع مجفف، بتحطي فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بس ما تبخليش في البهارات. ما تحطيش بهارات ولا قرفة ولا الكلام ده. ملح، كزبرة، كمون، فلفل اسمر، نعناع، ولا تحطي قرفة ولا بهارات، هتضيع لك الطعم تماما. بس ملحيها كويس عشان تحس بطعمها. وكتري كده من الكمون والكزبرة، بصراحة بتطلع الريحة خرافة والطعم كمان. وتعجني كله مع بعض بعد ما ملحتها وحطيت بهاراتي اللي هي الملح والفلفل والكمون والكزبرة والنعناع. هبتدي ان انا اعجنهم في بعض كويس جدا مع الخضرة، وهبتدي ان انا اضربه تاني، انزل بقى حبة في حبة اضربها تاني في الكبة عشان تبقى عجينة بالظبط كده زي ما بنجيبها بالظبط من عند الجزار. طبعا الجزار بيحط كله مع بعض، الخضرة مع البصل مع كله، لكن هنا عشان طبعا ما فيش المطحنة فبنعملها بس في الكبة. بصوا المنظر. ممكن تضربيها تاني مرة، لو ما نعملش معاكي اضربيها تاني، بس اوعي تعجيني كله مع البصل وتضربي كله، لا لازم البصل يتضرب الاول في الكبة، هيبان ويظهر في العجينة لو انت ما عملتهاش الاول. اعملي الخطوات بالظبط اللي انا عملتها هتطلع معاكي روعة. بصوا المنظر عاملة ازاي. بصراحة كانت جميلة، ولا لما حمرتها مع الريحة الخضرة اللي حطاها مع البهارات اللي انا حطيتها دي، بصراحة جميلة جدا والطعم خرافة، ولا فيها رز محتحت ولا اي حاجة. عشان كده بقول لكم خلوا كيس دايما دي رز عندكم، بس دي رز يكون ناعم اللي هو الباودر ده، وهيقعد معاكم ممكن تعمليها على مرتين. زي ما قلت لكم كيلو لحمة مفرومة بتاخدي عليها نقطة 600 جرام من دقيق الرز. بس كده ادي الطريقه اهو. وبعد كده خدت الكميه اللي انا عايزاها احمرها او عايزه تطبخيها براحتك. وطبعا انت ممكن عشان تختبري الكفته بتاعتك ممكن وانت بتعملي الصلصه حطي واحده بس كده بعد ما تحمر في الصلصه، تقدري تشوفيها هتتهري منك ولا لا، عشان ما تسيبهاش وتقعد تتهري منك. بس كده رحت مكيسه الجزء اللي انا مش محتاجاه. بص بكيسه ازاي، ببططها خالص عشان لما تطلعيها ما تاخدش وقت في انها تفك. زي ما انتم شايفين كده بططيها قوي على قد ما تقدري وتحطيها في الفريزر، هتطلع معاكي روعه. تسيبيها تفك لغايه لما يروح منها التلج منها. والكميه بقى اللي انا خدتها دي حمرتها بزيت زي ما انتم شايفين، وعملت حبه كور كده لاولادي بيحبوها. وكلي احلى كفته برز. يعني من النهارده انت مش هتروحي تعمليها بره تاني، وهتنجح معاكي لو اتبعتي الخطوات دي بالظبط زي ما هي نجحت معايا. انت كمان لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان اجيب لكم كل جديد. باي باي.